انت اليوم لاعب تليفون وتريد تحول ايباد، بحث على هواي فيديوهات حتى ترد على اسئلتك وتعبي الفضول اللي بداخلك، ونرد على اكثر سؤالين زرعت الفكرة شراء الايباد. هل فعلا الايباد الايم مالته بيه ثبات اكثر من التليفون؟ هل الهيب فاير او انتشار رصاصات في الايباد شبه معدومة وما بيه انتشار؟ شنو الحل لهالمشكلة؟ اليوم ان شاء الله راح نرد على هواي اسئلة. وهل فعلا الفي بي ان المدفوع يقلل البنج؟ جيب مشروبك المفضل يا صديقي المشاهد وتعال. الفرق بين الايباد والتليفون في بادئ الامر يا صديقي، كنا نعرف انه شاشة الايباد اكبر وراح تعطيك افضلية في رؤية الخصم من بعيد. ركز، مو رؤية اوسع، لا، تشوف الخصم البعيد. اكو فرق كل كبير بين الاثنين، لان ابعاد التاب او ابعاد الايباد نفس ابعاد التليفون. وهالشي اذا نريد نوسع مجال الرؤية موجود هذا الخيار عندك، وهذا بعدين راح نرجع له ان شاء الله. هل الايباد راح يعطيك سرعة بالحركة؟ بكل بساطة يا صديقي لا، ممكن تستغرب من هذا الشيء. بالعكس، التليفون راح تكون سرعة الحركة به أفضل بمراحل من الآيباد. السبب بكل بساطة بسبب حجمه الصغير ومسكة التليفون تكون محكمة. أما عكس الآيباد، الحجم راح يكون العائق والمسكة راح تكون غير متوازنة. والوزن لا تنسى همين راح يكون واحد من الأسباب اللي تعيق حركتك، لأن وزن الآيباد يتراوح ما بين 440 جرام إلى 498 جرام، أي ما يعادل نص كيلو. وانت تخيل هذا الشيء. شوف صديقي، هاي الميزة مو معناها انك راح تفقدها بالايباد اللي هي سرعة الحركة. بمرور الوقت راح تتعود على وزن الايباد ومسكة الايباد راح تكون عندك محكمة اكثر، وراح تكون سرعتك حالها حال سرعة التليفون حسب انت وخبرتك يا صديقي. هاي الاشياء السطحية للايباد. وهسه راح نبدي بالغاية اللي تدفعك تشتري الايباد والخرافات. هل الايباد يثبت الام؟ شوف يا صديقي، هو الموضوع شوية معقد. هو ايه وبنفس الوقت لا. يعني شلون؟ مثل ما نعرف انه التليفون شاشته تكون صغيرة مقارنة بالايباد، وهذا مما يعني انه لاعب التليفون اللي ضده راح يكون اللاعب الحجم مالته صغيرة، عكس لاعب الايباد اللي راح يشوف لاعب الخصم اكبر. اذا جينا قارناه، يعني بكل بساطة من راح ترمي بالايباد، اذا الايم مالتك زي اليمين لو يسار راح يظل اللاعب يتدمج. هو السبب بكل بساطة انه اللاعب حجمه يكون اكبر مقارنة بالتليفون، عكس التليفون اذا الايم مالتك اذا زل يمين او يسار راح يضيع الايم عندك. وهذا الشي راح يرد على سؤالنا انه ابعاد الايباد اللاعب اللي ضدك راح يكون اكبر، هو السبب اللي يخليك تشوف الايم ثابت ويتدمجون. فبكل بساطة انه ماكو ايم ثابت بالايباد، هذا يعتمد على حسب حساسيتك انت. زين، شنو سبب انتشار الهيب فاير او انتشار الرصاصات لما ارمي بدون سكوب والهدات تكون نادرة يلا تجهد؟ السبب بكل بساطة يا صديقي هو الجويستيك او زر الحركة مال اللاعب مالتك. زين، هل الايباد يمنعها؟ لا، ما راح يمنع هذا الشيء. هو راح يقلل لك من عندها. بسبب شنو؟ مثل ما حكينا، بسبب حجم اللاعب مقارنة بالتليفون. انت عشان تحط جويستيك مالتك صفر، فمن الطبيعي انه يضيع الايم مالتك، واكثر الرصاصات مالتك تروح يمين ويسار ويصير عندك انتشار وتفقد الهيد، ومن السهولة راح تنقتل. لاحظت يا صديقي المشاهد انه اكثر لاعبين البطولات والسكرمات راح تلاحظ زر الحركة عندهم اكبر 3 اضعاف من زر الحركة مالتك، لان سر اللعب هو الجويستيك. اذا ضبطته راح يطور من ادائك بشكل جدا كبير، وراح يختلف لعبك 180 درجة، خصوصا اذا كان تليفون، لان التليفون مثل ما قلنا مسكته محكمة، وزنه خفيف، وبالتالي راح يزيد سرعتك بالحركة. هل الايباد يحمى مثل ما يحمى التليفون؟ هم راح نحل لك هاي المشكلة، وجدا بسيط حلها. اول شي الاجهزة اكو مخصصة للالعاب راح نستثنيها ونخلي فقط الاندرويد والاي او اس. التليفون من الطبيعي ترتفع حرارته بسبب تقلص الحجم، والتليفون راح تكون محشوكة كلها محتوياته. اما الايباد راح تحصل القطع اللي بيه ماخذة راحتها، وبالتالي هذا الشي راح يساعدها على انخفاض درجات الحرارة بشكل بسيط. اكو هواي اسباب اكثرها الناس تتجاهلها، وهي كفر التليفون. يب، راح يرفع من درجة حرارة الجهاز بشكل كبير كلش. فحاول من تلعب بالجهاز تفك الكفر من التليفون حتى تقل حرارته ولو شي بسيط جدا. والتصوير كذلك راح يسبب لك مشاكل شوية ويرفع من حرارة الجهاز. هذا الشي خليه ببالك اذا انت كنت تريد تصور وتنشر تيك توك. شنو تنصحني اشتري، ايباد او تليفون؟
هذا الشي راح يرجع لك، لان اكو ناس جربت الايباد ورجعت على التليفون والعكس صحيح. انا بالنسبة لي، انا كلاعب تليفون اكثر من 5 سنوات، فمن جربت الايباد كانت تجربة جدا حلوة. هل راح ترجع للتليفون؟ لا، بكل بساطة. يعني الايباد تجربة جدا جميلة وانصحك جربها. شنو تقترح اشتري ايباد؟ شوف صديقي، اذا عندك امكانية 750 دولار او مليون ومئتين، فانصحك تشتري ايباد M2. ايباد جدا رهيب، حاليا جاي استخدمه اصور ومنتج وابيث. المعلومة شباب، كل يوم افتح بث الساعة 11 بالليل لمدة ساعة، حلبة مستودع ويا المتابعين. فاذا تحب تشارك ويانا حياك الله، هذا التيك توك موجود قدامك، تعال ونورنا. إذا إمكانيتك تتراوح ما بين 400 إلى 650 ألف، تقدر تحصل تاب 10 راح يعطيك 60 فريم ثابتة. ما أنصحك بآيباد 7 أو 8 أو 9، بكل بساطة راح ترمي فلوسك بالشط يا أخوي. أعرف تحصل أجهزة بسعر التاب 10 تشغل لك 120 مثل الورد، بس أنا دا أحكي أو أستهدف الناس اللي تريد تحول من تليفون للآيباد، أنصحها بهذين الجهازين. أما الناس اللي تريد تاب أو تحب الأندرويد، فانصحهم بشاومي باد 7 برو، هم كذلك حيعطيك 60 فريم، بس الافضل اخذ الايفون. هبوط الفريمات وشنو علاجها دائما تصير وياي هاي المشكلة. شوف صديقي، راح نعطيك افضل اعدادات رسومات ممكن تقلل لك من هاي المشكلة. اولا راح تتوجه الى الاعدادات الرسومات، في بادئ الامر تختار تخصيص، راح تختار سلاسة. الخيار اللي جواه هو الفريمات، راح تخلي اعلى شي عندك. تلغي خيار ضبط الذكي وتخليه تحوله من خيار اليدوي. شوف هنا انصحك تختار اما كلاسيك او ناعم، حتى الفريمات اللي عندك تستقر شوية. السطوع هنا نخليه 100 عادي، الحواف هنا تصغر الشاشة فخليها عادية انا تلعب بيها عوفة. نروح لساحة الانتظار. شوف، هذا راح يفيدك بشكل كبير اذا انت كنت توقف وتسولف هواي باللوبي. طبعا انا ما جاي اقصد الشريك مالتي عبود. على العموم راح نخليه هنا سلسة ونخليه مرتفعة، الخيار اللي جواه يعني 30 فريم، راح يوفر لك شحن ويقلل من حرارة الجهاز بشكل كبير. خيار الكفاءة هو من اهم الخيارات عندك. اول شي هنا راح تحصل خيار X4 و X2. شوف، هذين فايدتهن راح يخلي لك اللاعب اللي ضدك يخلي لك اياه واضح، بس راح يرفع لك من درجة حرارة الجهاز، وبالتالي راح يستهلك الطاقة عندك. كل ما زاد كل ما يزيد استهلاكه للطاقة. إذا أنت كنت 60 فريم فأنصحك تخليه X4، أما إذا كنت 120 فريم فأنصحك تخليه X2، لأنه هو بلا شي معروفة 120 فريم تاكل الشحن أكل، فتخليه X4، فبالتالي راح يضاعف عندك استهلاك الطاقة. أما الناس اللي عندها هاي القطعة اللي تشحن وبنفس الوقت تخلي السماعات، شوف صديقي، هاي ما أنصحك بيها، لأنه راح تزيد من درجة حرارة الجهاز وتقلل نسبة العمر البطارية اللي عندك. فدائما من ايبادك من يخلص شحن خليه على الشحن يكمل الشحن مالته، يلا تلعب. تجي هنا على خيار الطاقة والتعديل، نعطيهم تعطيل احسن حتى ما يخربون عليك الاعدادات ويرجعوك من الاول. خلينا نروح للعناصر المتقدمة، ننزل شوية هنا راح نشوف. طبعا اعرف هنا ادخالها 90، حساسية الركض خالها 100. شوف صديقي، دائما خلي هذا الخيار 80 حتى الايم مالتك ما يتناثر ويضيع. اذا عندك خيار الحساسية الركض للاحسن خليه 65 حتى تكون سيطرتك على الجويستيك اكثر. دائما تدورون على الحساسية ايم هكر، ايم ثابت، هدات، مسطرة، تطلع لك بالتيك توك هواي فيديوهات. هذا الشي كله كذب وكلاوات. اول الحساسية حالة حال اعدادات التحكم، من تسوي اعدادات ورا فترة يلا تتعود عليها. الحساسية هم كذلك ينطبق عليها الكلام، من تسوي حساسية ورا فترة يلا حتى تضبطها وتعرف سرعة السكوب والارتداد مالته والحساسية والارتداد مالته. والحساسية تنقسم قسمين، قسم سريع وقسم بطيء، انت شوف شنو اللي يناسبك وخليه. ونجي هنا على اخر قسم من الفيد والاهم وهواي ناس تسأل عنه، شنو التطبيق يلي يخلي النت عندي سريع؟ شوف صديقي، ماكو تطبيق يخلي عندك النت سريع، اكو هواي برامج بهذا المجال، واشهرهم هو ليجو فاست وجير اب بوست، وهذا اكثر تطبيقين مشهورات بس مدفوعات، يحتاج لك فلوس. تعال اقول لك شنو وظيفتهن. هذين التطبيقات وظيفتهم هو يدخلك سيرفرات قريبة عليك وسريعة، تخلي البنك عندك مستقر. ركز، مستقر مو ثابت، يتراوح ما بين 50
وال65. اذا انت نتك تعبان ما راح تستفاد شي، لان وظيفته يدخلك الخوادم قريبة عليك، مو يحسن من جودة النت يلي عندك. والى فايدة ثانية اللي هي اذا انت لاعب كونكر ومغير السيرفر مالتك، فمن ترجع للشرق الاوسط او اوروبا راح يظل اتصالك بالخادم القديم، بس من تستخدم هذا التطبيق راح يرجعك للخوادم القريبة عليك ويرجع الخادم القديم مالتك. وبس والله هذا كل اللي عندي. اذا اكو معلومة ما ذكرتها وانت تعرفها اكتب لنا اياها بالتعليقات حتى نستفاد من عندها كنا. واذا انت تريد تجيب الكونكر ووقت ما عندك، احنا موجودين راح نجيب لك اياه بفترة تراوح ما بين ال5 الى 6 ايام، وباسعار جدا مناسبة وبكيدي عالي من 5 الى 7. واذا انت عندك حساب تريد تعرضه مو مشكلة، المتجر متجرك يا صديقي، واسعارنا جدا راح تناسبك. رابط المتجر بوصف القناة. تعالوا نورنا. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا للمشاهدة، نراكم في امان الله، مع السلامة.